اليوم بغيت نهضر باسم كل النساء اللي تتعيش المعاناة ديال تكيس المبايض. وحده من 10 ديال العيالات تتعاني منه. تقدر تكون الوالدة ديالك، اختك، مراتك، صاحبتك. تعيشوا كل نهار تحت ضغط هرموني كبير تأثر على صحتهم، على الطاقة ديالهم وعلى النفسية ديالهم. للرجال ولكل واحد باقي ما فهمش، خاصكم تحسوا بهم وتفهموهم. راه ماشي كسل ولا قلة جهد، المعاناة ديالهم حقيقية وكتستاهل انها تسمع. حلوا قلوبكم، راهم محتاجين للدعم والتفاهم ديالكم. بزاف ديال النساء تيقولوا لي دكتورة راني تنحاول، تندير ريجيم، تنلعب السبور، ولكن الوزن ديالي كاع ما تيبغي ينقص. ويمكن انت او انت تقولي راها سهله، تحسبيها سهله في دماغك، تختاري دير ريجيم باش تلعب. ولكن في تكيس المبايض خاصك تعرف ان الهرمونات كلها مخربقه، وخصوصا الانسولين اللي تتقول الجسم خزن الدهون واخا تدير مجهود كبير. تعيشوا هذه المعركه بوحدهم، ومني كتقول عليهم معكازين ما قادين يديروا والو راك تتحبطهم. خاصك تعرف ان ماشي الخطا ديالهم، راه الجسم ديالهم اللي تيخذلهم. ما جاتكش الدوره؟ هذا السؤال يقدر يخرج من فمنا بطريقه عاديه بحال اي سؤال اخر. ولكن بالنسبه للعيالات اللي تتعاني من تكيس المبايض راه تقدروا يعيشوا شهور بلا ما تجيهم الدوره، وهذاك الانتظار تيكونوا عايشين فيه بقلق كبير. الخلل الهرموني والارتفاع ديال الاندروجينات تخلي المبايض ما تخدمش مزيان، وهذيك المعاناه كاع ما تتبان من على برا، تتكون مخبعه لداخل. بكلمه بسيطه منك تقدر تفتح واحد الجرح اللي هو عميق. حاول تفهم الصمت ديالهم، راه فيه واحد الالم اللي هو كبير. تيقولوا لي دكتوره راه حنا دائما تنحسوا بالعناء، وانتم شنو تجاوبوهم؟ يلا غير نوضوا تحركوا، بركه من العجز. مع تكيس المبايض الكورتيزول تيكون دائما مرتفع، داكشي اللي تيخليهم بلا طاقه ومرهقين دائما. راه ماشي كسل ولا ضعف منهم، هذه معركه تيدوزوا منها كل نهار، وكل مره تتعاتبهم تزيد تقل عليهم. حاول تفهمهم وتحس بهم وتفاليدي الاحساس ديالهم. اللي باغيينو بسيط بزاف، تعترفوا بالتعب ديالهم ماشي تحكموا عليهم. هاد الجمله ديال تهلاي في راسك دائما تسمعوها، ثق بيا راهم تيحاولوا اكثر من كلك تخيل. في تكيس المبايض الهرمونات تكون مخربقه، وخصوصا الاندروجينات اللي كتكون مرتفعه وتتخلي الشعر باش انه ينمو في اماكن اللي هي محرجه وحساسه. كل نظره وكل ملاحظه كتفكرهم في هذيك المعركه اللي تعيشوا كل نهار. كيحسوا بالاحراج وبالنقص بلا ما يبينوا، وهذا ماشي اختيار، هذا ابتلاء مفروض عليهم وكتألم اكثر ما يمكن لك تصور. داك حب شباب خاصو يتنقى، ولكن بالنسبه لهم راه الهرمونات هي السبب. تكيس المبايض تاثر على البشره ديالهم وتخلي يكون فيها بزاف ديال العيوب. تقولوا لي هذاك الالم النفسي اللي تحسوا به من التعليقات السلبيه ديالكم، راه الكلام ديالكم تزيدهم الم كاع ما تستحقوه. شجعوهم، راهم تيتقاتلوا غير مع راسهم. بركه عليك من الماكله ديال السكر، وكان عرفتي هاد الحاجه شحال صعيبه عليهم. تكيس المبايض تخلي الانسولين يكون عندهم خارج عن السيطره، تخلق لهم واحد الرغبات في اكل ديال السكريات اللي ما تقدروش يتحكموا فيها. راه ماشي ضعف، راه صراع داخلي، حاولوا ما تحكموش عليهم. ايوا فوقاش غادي تولدي؟ هاد الكلمات تيطعنوهم في قلبهم. تكيس المبايض تينقص من فرص الحمل، والحلم ديال الامومه تيولي تهز في عينيهم، تيبقاو يتألموا في صمت، والكلمات ديالكم تزيدوا جرحهم. هما محتاجين الدعم ماشي الضغط والاسئله ديالكم. ايوا شحال تتكبري الموضوع؟ لا، هذا راه خطر وحقيقي. في تكيس المبايض راه الخطر ديال الاصابه بالسكري وبامراض القلب تيكون مرتفع. هما عايشين في هذا الخوف كل نهار، وانا كطبيبه تاكد لكم ان هذا الخطر حقيقي. النساء اللي تتعاني من تكيس المبايض تعيشوا مع اعراض اللي تتعطل لهم حياتهم، ومع نظرات اللي تتحطمهم، لرجالهم، لعائلاتهم، للناس اللي دايره بهم. هذا راه ماشي عجز ولا فشوش، هذه حرب يوميه تواجهوها بكل شجاعه. ما بغاو لوم، ما بغاو عتاب، بغاو قلب حنين ويد ممدوده. هادشي اللي طالبين.